المهندس عبد المنعم الشحات. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور، اخبار حضرتك؟ الله يكرمك. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ايه قصه ترشيح المستشار حسام الغرياني؟ هل اتكلمتوا معاه؟ لا خالص. هو يعني انا مش عارف، بعاني مشكله مع بعض الصحفيين بالذات بتوع الشرق الاوسط. يعني هو برضو لو تفتكر الحلقه اللي كنت عملتها مع حضرتك، ما برضو كانت على التلفزيون ما فيهوش اسم المشكله محاضره دي هو لانك بتكلم حضرها الناس على الهوا وعبر عنها بطريقه غير اللي انا قلته. هو طبعا هو المحاضره الشيء الوحيد المشترك بين اللي انا قلته واللي هو قاله ان انا جه في كلامي اسم المستشار حسام الغرياني، وجه في كلامي التوافق مع الاخوان، لكن الاثنين ما كانوش في السياق. طب ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ حضرتك قلت ايه؟ هو كان انا سئلت عن موقفنا من المرشحين الاسلاميين الثلاثه، الشيخ حازم اسماعيل والدكتور العوا والدكتور ابو الفتوح. فانا قلت ان احنا موقفنا موقف الدعوه السلفيه انها تنتظر حتى اغلاق باب الترشيح، لان ممكن يجد مرشحين جدد. وقلت الكلام ده كنا بنقوله من فتره، فكان الناس بيقولوا لا الامر استقر على 3 مرشحين اسلاميين على الاقل، وحتى المرشحين الغير اسلاميين بقوا معروفين ولن يزيد جديد. فانا في اجابتي على هذا السؤال قلت لا، جد جديد بجد الدكتور باسم خفاجي، كما انه ممكن يجد غيره. هل الدكتور باسم خفاجي رشح نفسه بالتنسيق معاكم يا باشمهندس؟ لا يوجد. احنا زي ما بقول لحضرتك مأجلين موقفنا، ولكن هو حينما قال انه ينوي ان يترشح قلنا له من حقه انه انه يعرض برنامجه زيه زي غيره، وان احنا بنقدره زي ما بنقدر الشيخ حازم والدكتور العوا والدكتور ابو الفتوح، وان هذا التقدير شيء طبعا، ورؤيه ان فلان هو الانسب للمرحله القادمه لمصر شيء اخر. وهذا الكلام غالبا هنتخذه يوم 8 ابريل او قبله بقليل، وربما بعده بعد اغلاق باب الترشيح للانتخابات الرئاسيه. طيب وايه رايك في ترشيح الاستاذ منصور حسن النهارده؟ هناك اخبار صحفيه ان الاخوان بيحاولوا مع المستشار طارق البشري او المستشار حسام الغرياني، فده دليل على ان القائمه يمكن ان تتسع لكثيرين، وان احنا مش هنقول موقفنا الا في الاخر. وعبر يعني انت عندك معلومات ان الاخوان بيتحدثوا مع المستشار طارق البشري والمستشار حسام الغرياني؟ أنا كنت في هذه الإجابة قفلت الكلام على الأسماء اللي طرحت حتى الآن، وبدأت أتكلم في إن إحنا لما نيجي نختار بينهم بقى بين الثلاثة القدام والدكتور باسم والاثنين اللي الإخوان بيتكلموا عليهم، سواء يعني صح الأمر أو لم يصح، سواء قرروا الترشيح أو لم يتقرر، قلت إحنا عايزين حد يؤمن بالمشروع الإسلامي. ده شيء طبيعي بالنسبة لنا، ولكن مش لازم يكون منتمي لجماعة إسلامية بعينها، يؤمن بالمشروع الإسلامي العام. الأمر الآخر إن هو يكون لديه الكفاءة والقدرة على إدارة هذه المرحلة من مراحل تاريخ مصر. والأمر قلت إنه لو قدرنا نتوافق نحن والإخوان على مرشح ما، هيبقى دي أحد الإيجابيات التي تكون في صالح المرشح الذي تميل الكفاءة. طب إيه رأيك النهارده في ترشيح السيد منصور حسن؟ لا أنا في الواقع برضو في هذه الإجابة أشرت إلى إنه لو صحت، مع اني اتشكك في لو صحت التقارير الصحفيه التي تشير ان الاخوان ممكن يتجهوا الى الاستاذ منصور حسن او الاستاذ حسن نفع او كده، ففي هذه الحاله هيبقى من المستحيل التوافق معهم، لان من ضمن شروطنا ان يكون اجمالا ضمن المشروع الاسلامي، وليس يعني مش بنقول لازم يكون منتمي لاتجاه اسلامي بعينه، ولكن يكون اجمالا ضمن المشروع الاسلامي. يعني لو الاخوان ايدوا منصور حسن او الدكتور حسن نفع، انتم مش هتأيدوهم؟ لا في الواقع احنا تقريبا حاصرين اختياراتنا بين ذوي التوجهات الاسلاميه. يعني انتوا حاصرين الاختيارات في الدكتور سليم العوا، الدكتور باسم خفاجه، الدكتور عبد المنعم الفتوح، والشيخ حازم ابو اسماعيل. ومن سيظهر من اصحاب المرجعيه الاسلاميه. بالضبط كده. طيب كده الامور واضحه. طب يا باشمهندس، فرصه ان حضرتك معانا نسالك في واقعه النائب انور البلكيمي، رايك فيها ايه؟ والله يعني كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. انا انصحه هو بالتوبه. هو الى الان بيقول ربما وقع. بالمناسبه هذه العمليه اللي هو عملها عمليه علاجيه، هي بتسمى في الطب تجميل، ولكنها عمليه علاجيه وليست شكليه يعني. لا ادري هو استشعر الحرج منها في شيء غامض، هذا الغموض هو مسؤول عنه يعني، او هذا الغموض قاده للكذب.
وطبيعي ان احنا نطالبه بالتوبه. طبعا موقف حزب النور انا شايف ان هو موقف من الناحيه الشرعيه والسياسيه موقف مثالي، ان موقف هو محترم. يعني لما كان الكلام مجرد اخبار مرسله هو راح اتاكد الاول اللجنه من الحزب، وقرر اقالته ولما لقيت وقرر ان هو فصله. اخطا ففصلته. اه انا على الصعيد الاخر بطالب اهالي دايرته اللي حواليه يدوا الفرصه للتوبه، لكن في العمل السياسي الامر لا يحتمل مثل هذه الاخطاء، فخطا كهذا يقتضي استبعاد. واسقاط عضويته. في الواقع يعني قد يكون هذا بالذات في هذه المرحله من تاريخ مصر والثقه في البرلمان الجديد، قد يكون المطالبه باسقاط عضويته اجراء متشدد شويه في الجمله، ولكن في هذه الظروف قد يكون اجراء مطلوب. طيب نشكرك. المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بيأكد أن الدعوة السلفية ستحصر مرشحيها في الانتخابات على أصحاب المرجعية الإسلامية، وقال باستثناء لو الإخوان أيدوا المستشار حسام الغرياني أو المستشار طارق البشري فممكن نبقى معاهم، لكن لو أيدوا السيد منصور حسن قال مش هنبقى معاهم، لو أيدوا الدكتور حسن نفع قال مش هيبقى معاهم. ويعني تقريبا حصر ان السلفيين سيختاروا او اصحاب الدعوه السلفيه سيختاروا اما الدكتور العوا او الدكتور عبد المنعم فتوح او الدكتور باسم خفاجه او الشيخ حازم ابو اسماعيل ما لم يظهر مرشح ذو مرجعيه اسلاميه جديد. نرجع